جماعة يا ريت لو حد يعرف صاحب مطعم بابا ديموز أو الناس المسؤولة عنه وكده، يا ريت تعملهم منشن، لأن اللي حصل معايا ده ما تسكتش عليه خالص، وأكيد حصل مع ناس كتيرة. وتعالوا نشوف ايه اللي حصل. الموضوع بيبدأ أول ما البوكس الجامد ده وصل لي، ولما فتحته لقيت فيه قطايف ولطايف، أولها صدور الفراخ المشوية المتغرقة في الكريمة بالمشروم اللي بجد جوسي ولوسي جدا جدا، وخضار سوتيه مع قرن فلفل مولع الكلام، ومكرونة وايت صوص بالموتزاريلا ومخلل وطحينة وجارليك بريد بالموتزاريلا، وقطعة سمبوسة جبنة واحدة بس للأسف، وشوية بطاطس مقلية من تحت، واتنين عيش شكلهم وطعمهم جامدين تنين، وعشان الحلو ما يكملش تمام مش مشكلة. بعد كده حبيت اشارككم التفاصيل بشكل الفراخ مع الخضار، خصوصا اني ما كنتش هعمل فيديو، لكن لما دوقت الاكل ولقيته جامد قلت لازم اوثق لكم التجربه الجامده دي عشان انتوا كمان تستفادوا منها وتجربوا المطعم ده. والميزه ان الوجبه دي كمان تمشي معاك في الدايت عشان عاليه البروتين وفيها نشويات معقده، يعني حاجه من اللي جسمك يحبه. الميزه بقى ان كل حاجه كان طعمها تحفه، بدايه من صدور الفراخ اللي شربت تتبيله وبتدوب في البق وباين انها فريش ونظيفه وطعمها حقيقي كفيل انه يضيع اكتئابك قبل جوعك، والمكرونه الوايت صوص كانت حلوه وخفيفه وفي الروقان منه خالص. ده حتى الكوسه رغم ان ماليش فيها قوي ومش باكلها في العموم، لكن بجد صدمتني وكانت جامده جدا، خصوصا انها شاربه شويه من الصوص فكانت تهبل. اما بقى السمبوسك فتعالوا نسمع صوتها. كانت جامده جدا جدا ومليانه جبنه بالفلفل والزعتر، والميزه انها كانت كريسبي وبرده جوسي وما تسالنيش ازاي. اما بقى الجارليك بريد فده كان عيش محمص بالزبده والثوم وعليه موتزاريلا، بس ده بالنسبه لي كان عادي واقل واحد فيهم. لكن البطاطس المقليه والعيش والطحينه مع باقي الوجبه كلهم بجد كانوا جامدين جدا جدا. وهنا قلت اعمل ميكس الروقان والجمدان، وقلت اجيب مكرونة بالمشروم بالفراخ بالخضار واضرب كله مع بعض. هم يا جمل. برافو، حقيقي برافو، لعبة حلوة. أنا أحب أقول للعبة الحلوة أنت حلوة. إيه ده؟ ده فضل. وبألف هنا على قلبي وقلبك. اخر الفيديو بعد اللغوصه اللي انتوا شفتوها دي ارشح لكم الوجبه بشده، بيكاتا مشروم جامده جدا جدا، بدايه من التغليف والباكجينج جامد جدا، طعم تحفه وخرافي، رغم ان الوجبه اصلا جت بارده، بس ده بسبب ان المشوار بعيد شويه والجو ساقع فعادي جدا، لكن الاكل كان طعمه حلو جدا برضو. والامانه انا من ساعه ما جيت الغردقه هنا اكلت من اماكن كتيره، بس لا يعني المطعم ده لو بابا ديموز والوجبه دي فرقت معايا كتير جدا 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 جدا، ككواليتي كسعر كباكجينج، لا يعني بجد خرافي جدا جدا، ارشحه لكم بشده. ما تنساش بعد ما تجربه تبقى تدعي لي اني عرفتك على مكان جامد زي كده، واحلى مسا عليك.